صورة لملعب الرباط. لم أكن أتوقع بأن المغرب الأقصى يمتلك ملعب. إلى جانب النتيجة الحاصلة على أرضية الميدان، المغرب كسب نقاط عديدة كابتن على المستوى التنظيمي. تحكيت على النقل. السلام عليكم الإخوان، تحياتي لكم جميعا. ألف مبروك على الفوز الكبير والعريض للمنتخب المغربي. وكيف رد الإعلام العربي بالخصوص الإعلام الجزائري والتونسي على هذا الفوز العريض؟ نتابعوا جميعا. التلفزي، على التنظيم، على الحضور الجماهيري، الصورة الجميلة اللي ريناها على المغرب خلال المباراة. أنا مش نقول هنيئا للمغرب الشقيق. نحي الفيكتوار، لا فيكتوار مي يا خويا الإخراج التلفزي. يفودير لا فيريتي تكنيك ليماج الجمهور التيران كل هذا كل شيء الفار كل شيء ذي رسالة شو رسالة؟ إخراج حضور جماهيري، ملعب كبير. كل ما دار حول المباراة فهو عالمي، وهنيئا للمغرب. وأقول هي بداية لصناعة مجد جديد للمغرب على مستوى كرة القدم. هذه الملحمة ستكون هي البداية لصناعة مجد جلوار ناسيونال بالمراك. هنيئا لكم. شاهدوا والله نغيروا برك، احنا ما راناش نحسدوا، لكن الناس راهي تتطور وراهم جيراننا ما همش بعاد علينا كثير. شوف الملاعب كم هي جميله، خلينا نزيدوا نتمتعوا بهذه الملاعب وهذه الصور، هذه التحفة المتواجدة في قلب المغرب الشقيق. تقريبا كل إفريقيا لم تكن تملك ملاعب مثل هذه. هذا ملعب مولاي عبد الله، حتى في أوروبا الشرقية ما كانش عندهم ملاعب. هذا من هو جمالية هذا الملعب الرائع الذي أيضا تم ترميمه. هذا الملعب الجميل وهذه الملاعب الجميلة. أردت اليوم أن أضع إسقاط على ما يحدث في البطولة الوطنية في وقت احنا هنا ما زالت الناس ما على بلاش وين تلعب، ما عندهاش ملاعب. نضربوا على شكون يقعد في الجنوب او في المدرج الجنوبي في ملعب 5 منعرج، شكون يقعد في المدرج او المنعرج الشمالي. امين. وشو نقول لك، الحقيقه شو اللي عملوا شو الجماهير مش نورمال. المغرب تعديت بالي اخر بالنسبه لي انا. تو ما عادش نحكيو على المغرب، ما راهم نحكي ولا كلاس مع البرازيل ومع فرنسا ومع الناس الكل. انا حاجه بركه، انا نعشق المدرب نتاعهم كيفاش يجير معناتها لي ستار هذوكم الكل، معناتها علاقه ممتازه ما بين بعضهم. واني قلت لك المغرب العوام هذا الكل باش تسيطر على الكره الافريقيه والعربيه معناتها. تعريف بالثقافة العربية وصورة جميلة للمغرب. المغرب اقتحمت ساحة العظماء، حديقة ولا ساحة ولا ساحة ولا ميدان صعيب ياسر. ميدان الكبار في كرة القدم، وأصبحت من الكبار، معناها أصبحت عالمية المغرب. تقول بصراحة احنا لو كان دير مشروع هكذا يجيو لي سيبورتر يدخلوهم زي ما فهمت انت. هما لم يحكموا في الفوتبول، كيفاش تحب يمشي احنا الفوتبول؟ ماشي كاع لي سيبورتر حاشا، مي توجور اون بارتي اللي راهي تحكم في البالون. شوف الناس وين لحقت يا اخي. ماشي كاع نقولوا لونجلترا عندهم تقاليد فوتبول، صح، عندهم اكثر من قرن، ولا مش عارف، ولا السعوديه عندهم الاموال، ولا ستاد ديالهم بيان اورغانيزي. علاش شاك فوا نتايا تمد ليكزومبل بهم؟ تمثلوش بهم. شوف ذاك الملعب هما يشوفوه لبعيد. شاهدوا الارضيات، هذه ارضيه ملعب مولاي عبد الله. رسالتي لهم ان يحافظوا على هذا الصرح، على هذا المعلم. طبعا هذا هو ملعب مولاي عبد الله الجميل والجميل جدا، احد الملاعب العالميه التي نفتخر ونعتز بانها متواجده في بلد شقيق مثل المغرب. هذا الملعب يولي يدخلهم العجب، باسكو لي بوتيك لي ماغازان لي كدا الفندق فيه كلش العجب. ولوبجيكتيف تاعهم قلتها انت بيان، هم لوبجيكتيف تاع توجور نروح بعيد، نحوس وين نافونسي. احنا مازال دبزه على لي سيبورتر غادي يقولوا نقعد منا الاخر يقعد منا. انا بعاد لا حتى ما راناش ماشي بعد. يا ريت الدوله الجزائريه تعاند المغرب فقط. هذا الملعب الرائع لهذا الملعب الجديد بقياده الرئيس الجامعه المغربيه فوزي لكجع. السير تاع كره القدم لازم له ثوره. الناس راهي في عالم وحنا رانا في عالم تلاعبات، يعني حاجه ما يعني في بلاصتها.
الناس هذه تخدم، هاد الناس يخدموا، ما تجيش تكلخ لهم. الناس اللي وزعها يخدموا، ماشي كيما حنايا. راك شفت الاموال تاع الدوله كتكلم خبات امين مدربين يجيو، اللي يجي للجزائر يخدم في الفيفا يربحنا في الطاس، اللي يجي للجزائر يربحنا في الطاس. الناس هادو ما عندهمش، هاو الملعب اون 3 دي، ملعب رائع. هذا الملعب الرائع، هذا الملعب لما نحكيو على الامور اللي كاين اللي تيران دو بروكسيميتي، كاين تما المرافق، فندق، كاين امور كثيره في هذا الملعب الجديد. الاخوان باش تشوف وباش تسمع ان الاعلام التونسي والاعلام الجزائري رغم المنافسه اللي كيبغيو ينافسونا بها، ورغم ذلك انهم كيتكلموا بهذا الكلام الجميل على اللي وصل له المغرب، هذا وإن دل فإنما كيدل أن المغرب بصح الحمد لله غادي في الطريق وما كيشوش وراه. واللي وصل حتى لهنايا كنتمنى انه ما ينساش انه يدعمنا باللايك وبالاشتراك، ونكملوا الفيديو. كيفاش الناس راهي تتطور، وحنا ماذا بينا على الاقل نحاولوا كيفاش ناخذوا ولو 10% من هاد الناس اللي راهم ماهمش بعاد علينا، نديروا على الاقل كوبي كولي، ما نتفلسفوش يا سيدي، نديروا كيما راهم يديروا، نحاولوا كيفاش نديروا. الرباط يعني اول الملاعب الجديده للمونديال، تحدث عن الملعب بسعه 75,000